السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا النهاردة كان معمول فيه اكتر من حاجة، بس انا اخترت لكم حاجة واحدة اللي هنزلها هنا النهاردة عشان ما اطولش الفيديو عليكم. انا في اليوم ده كنت عاملة محشي، مجموعة محاشي ومجموعة اكل وغدا، وكنا عاملين تشيز كيك ونزلته لكم برده على القناه. بس الفيديو ده هو اللي نزل متاخر نظرا للظروف الصحيه اللي العيله كلها عندنا فيها، عيله كامله والله العظيم. ربنا يكفيكم شر العين وشر الحقد والحاقدين والحسد يا رب، اللهم امين. تعالوا بس كده نقول بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا بعد ما خلصت الغدا كان عندي طبعا شويه المواعين، اوعوا تقولوا ان الحوض هيفضل وحده، عمره ما هتيجي طبعا. ماشي، المهم ايه، قلنا اول حاجه اخش عليها الحوض عشان احس ان انا ايه هقدر اكمل بقيه الليله على خير او بقيه اليوم على خير. ماشي، وكمان في كلام مهم جدا عايزه اقوله لكم، عايزه احكي لكم عليه. كان ناس كتيره سالوني عليه على الصفحه او على القناه، فبس يعني هو كان الموضوع بصراحه من الظروف والوقت وكده ما كنتش عارفه احكيه لكم. ناس بتقول لي انت ايه اللي حببك في الشغلانه ديت، او ايه اللي خلاكي تبقي حابه اليوتيوب او الفيس، او ان انت طالعه تشتغلي حبا يا جماعه. والله مش حاجه، هقول لكم الحكايه من اولها لاخرها. صراحه انا ما كنتش ناويه للموضوع ولكن هو سبحان الله جه صدفه معايا وانا حبيتها قوي قوي قوي. انا عايزه اقول لك ان انا ما عنديش متابعين كتار ولا حاجه، ولكن المهم ان انت تشتغلي حاجه انت حباها. والله العظيم يا جماعه انا عايزه اقول لكم انا فعلا بشتغلها عن حب. انا الحمد يعني بصوا ولله الحمد، يعني انا يعني بصوا الحمد لله على كل شيء. طبعا انا ما خدتش منها جنيه، والله ما باخد منها جنيه، ولكن انا فعلا بحبها قوي. الناس بتقعد تتكلم اصل الناس ديت بتصور والموضوع سهل وقاعدين وبيعملوا وبيسووا وبياخدوا فلوس على قلبهم قد كده. يا جماعه انتوا ما تعرفوش حاجه، والله العظيم انتوا ما تعرفوا حاجه عن المواضيع دي. عايزه اقول لكم حاجه يا جماعه، ان ساعات الواحد بيحب يشتغل حاجه حتى لو ما بتجيبلوش فلوس. سبحان الله، هو ده ربنا حببك في الحاجه، يمكن في يوم من الايام ربنا يبعت لك رزق فيها. حد عارف؟ اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. ربنا قال كده سبحانه وتعالى. ليه لازم تحطوا مناخيركم في مواضيع يعني تقولوا اصل بيجي لهم، اصل عليهم، اصل فيهم؟ ليه يا جماعه كده؟ ملوش لازمه اصلا الكلام انتوا طلبتوا مني وسالتوني على اني انا ليه حبيت الموضوع ليه بشتغل الشغلانه ديت، ليه بطلع لكم، ايه اللي خلاكي تحبيها، ايه وايه وايه. انا برد عليكم، ولكن بلاقي ناس كتيره قوي بتلوم على ناس يوتيوبر او بلوجرز، اصل انتوا بتاخدوا، اصل انتوا بتعملوا. انتوا ما تعرفوش وقفتنا دي يا جماعه شكلها ايه، والله العظيم ما تعرفوا وقفتنا طول النهار دي شكلها ايه. ولا هي بتجيب ولا هي ما بتجيبش. يا جماعه خلي كل واحد في حاله، صلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. مالكش دعوه بغيرك، خليك في حالك عشان دنيتك تمشي، خليك في حالك عشان ربنا يكرمك، خليك في حالك واتمنى الخير لغيرك عشان ربنا يديهولك. تمام كده حبايبي. المهم انا لما عملت الموضوع اول حاجه بداتها يا جماعه كانت يعني كان اللي هو اللايت بوكس. فاول حاجه كانت عملتها، والله كان في حد شجعني اعمله كده، فبصراحه انا عملته وصورته وما كنتش ناويه انزل بيه ولا حاجه، بل بالعكس هي جت معايا كده والله. ومن ساعتها وانا بحب حاجه اسمها يوتيوب، بحب حاجه اسمها فيس، شغلانه انا عجبتني ما باخدش منها حاجه والله، بس هي حبا فيها. احيانا الواحد يحب حاجه سبحان الله هو بيحبها، مش شرط تحبيها عشان خاطر الماديات، حبيها عشان انت بتحبيها، حبيها عشان انت حابه تحققي ذاتك، حبيها عشان انت حابه ما تقفيش كده وما تقعديش كده عامله زي البروطه، وكل اللي انت بتعمليه ان انت تبصي لغيرك وتتكلمي على غيرك وتنمي على غيرك، ويعني عيشه كده تبقى حرام في حرام يعني، فما فيهاش، ملهاش لازمه، هتبقى حياتك كلها ملهاش لازمه. المهم زي ما انتم شايفين كده انا ايه بدات اغسل المواعين وغسلت جزء زي ما انتم شايفين كده، ونضفت الحاجه وكملت الجزء الثاني. كل ده جزء، ده احنا عمالين المهم برص الحاجه زي ما انتم شايفين كده. كنت المطبخيه عندي فاضيه خالص خالص خالص. عايزه اقول لكم ان انا بتمنى دعوه حلوه ان صفحتي دي تكبر، وان القناه بتاعتي تكبر زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. والله الموضوع مجهود، مش شرط ان هو يكون قاعده على حيلي كده، ولا بجيب شغاله تشتغل لي ولا اي حاجه. الحمد لله ربنا يديني الصحه يا رب ويكفيني شر العين. هي العين دي اللي جايبانا ورا، جوزي اتكسر وابني عيان وبنتي عيانه وبنت اخويا مريضه وقصه كبيره يا جماعه. ما حدش عارف ظروف الناس ايه، كل واحد يخليه في نفسه. بصوا بقى الحلاوه بعد المطبخ ما بيخلص بيبقى حاجه تانية خالص. اتمنى منكم دعوه جميله كده تدعوا. معلش انا ما رضيتش اكمل لكم الفيديو، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.